لما نادي في مصر اسمه سين يعمل حفلات لبيع الخمور، يعمل حفلات رقص شعبي اسمها حفلات الخير، يعمل حفلات للدعارة وغير ذلك، ده تسميه ايه؟ معايا مهندس عبد العزيز وهو رئيس احد انديه الروتري سابقا. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا، مساء الخير. اولا حضرتك يعني لازم كلنا نعرف ان اللي جاب الامطار اللي قضت على شلل الاطفال في مصر كان هو الروتري. ليا وجهة نظر ان في مجموعة موجودة حاليا عاوزة تنفرد بان هي الوحيدة اللي بتقدم الخدمات للمجتمع لاغراض سياسية. تقصد انهي مجموعة؟ اقصد اللي بيمثلها الاستاذ الصحفي اللي هو بيهاجم الروتري. اتحداك ان تحسب لاي جماعة في مصر. معايا دكتور عصام النظامي. اهلا بيك يا دكتور عصام. اهلا، مساء الخير يا استاذ ريم. اهلا بحضرتك، اتفضل يا دكتور عصام. انا بس كنت عايز اوضح لحضرتك، يعني احنا كنا مؤسسين حركة الاخوان المصريين وكنا رافضين الدعوات لهذا الحفل الماسوني، والحقيقة نشرنا بيان في الصحف وحذرنا فيه من هذا الحفل وطالبنا الجهات المسؤولة بوقف هذا الحفل الحقيقة، وتقدمنا للمجلس العسكري بشكوى. الحقيقة بحب اذكر بس ان فوجئنا بان جميع اجهزة الدولة وسيادة الفريق سامي عنان والمجلس العسكري كانوا سابقنا في رفض هذا الموقف والتصدي ليه ووقفوا هم وزارة الداخلية والاجهزة الامنية وطمئنونا ان الحفل لن يتم، وحشدوا كل القوات لمنع تسلل اي حد من اللي كانوا هيروحوا للحفلة دي. فدي الحقيقة عايز اقول ان كل اجهزة الدولة كانت مشاركة في هذا الشعور بالرفض هذا الحفل الماسوني. معايا دكتور رفعت سيد احمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية. دكتور رفعت اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضل. انا بس عايز اذا سمحت لي يعني بدون تشنج، انا اعتقد ان ما قاله الاخ ابو اسلام احمد عبد الله صحيح 100%. هذه الاندية لها صحيح 100% دكتور؟ نعم اندية الروتري والليونز لها علاقة وطيدة في الماسونية العالمية، سواء فكرا او ممارسة. يكفي ان تعلمي ان السيدة سوزان مبارك ما زالت رئيسة الشرفية لأندية الليونز والروتري في مصر، وحتى الآن لم تصلها هذه الأندية. تحتاج إلى قراءة متعمقة تعرف ماذا تفعل هذه الأندية التي ظاهرها بعض الخدمات الاجتماعية المقدرة والتي نحترمها، ولكن باطنها أدوار سياسية خطيرة للغاية خلال 30 سنة اللي فاتت. وده اللي دفع يمكن أحد المحامين، أظن الأستاذ الوحش أو غيره من المحامين، إلى رفع دعاوى قضائية على هذه الأندية وعلى سوزان مبارك شخصيا. الأمر اللي مش محتاج تهكم ولا محتاج دفاع من هنا أو هناك. ربما بعض الأعضاء غير مدركين لوظيفة هذه الأندية، لكن نحتاج إلى دراسة دورها بشكل واضح خلال الفترة الماضية. أبو إسلام على حسب معلوماتي وقراءاتي له أكثر من 4 كتب معمقة يعني وبالصور الموثقة، أنا شخصيا قرأتها. نحتاج إلى التعمق قليلا في دور الأندية الروتري والليونز دون تعصب، دون هجوم شخصي أو دون زعل من بعض. لكن مهم جدا نعرف دورها وعلاقته بالماسونية ودورها المستقبلي القادم في قيادة الثورة المضادة. تمام. الثورة الحقيقية. تمام. بما اني اقل من 30 سنة فمش مش هتنضم ولا انضم. في حاجة اسمها روتر اكت. طيب ليك حق في الروتر. استاذ ريهام تروح الانتر اكت. اعتقد ان احنا ما نوزعش، بس انت انتر اكت يعني نوزعش نخرج. ايوه نعم. ايوه انت جاسوس بقى عندك معلومات. النساء انتر اكت، وللشباب روتر اكت، وللكبار روتاري. طيب والليونز والليونس ما زال بنتكلم عن دور الدولة، عن ان احنا في مرجعية لهذا الكلام كله هي وزارة الشؤون الاجتماعية بالظبط، واللي بتتبع عليها أندية الروتري. مستنيينها تتكلم ومستنيين حد مش هتتكلم، ده لها روتري. الأستاذ بيقول ان المجلس العسكري وأجهزة الدولة كانت ترفض الحل. دكتور عصام. دكتور عصام. يعني انا بستغرب جدا، يعني لما أجهزة الدولة كلها راحت عشان تأمن المنطقة وتمنع هؤلاء من التسلل إلى المنطقة دي، يعني طب الحفل ده بيوافق عليه أصلا واللي أنت تصريح بيه. أنت ربنا يكرمكم. تمام. طيب معايا مهندس سامي يوسف. أولا أبو إسلام بيعتقد
وبيجزم ان الماسونيه اللي بيتكلم عليها هي الروتري، وبعدين قال كلام خطير جدا ان البلد دي كلها اللي ماشيه الماسونيه. اولا احنا اللي بنشتغل ده تحت غطاء الشرعيه بتاعت الدوله ومراقبه، ده حتى رقابه ماليه بالمليم. حتى الناس اللي بتتبرع بالفلوس من داخل النادي بيتعرف فلان اتبرع بكذا وراحت في حته فلان حسابات كذا لحد ما الرئاسه دويه ماشي. واحد عند الشؤون الاجتماعيه ان من شروط اي جمعيه خيريه ان يكون له مقر، لكن من الخطه الماسونيه للروتاري ان يكون له مقر رئيسي في شارع بهلر. كان يصر على الروتري لهم مقر واحد في مصر شارع بهلر، ولا يوجد لاي نادي وله رقم. بص حضرتك مفيش واحد اجتماعات بالساعه بالدقيقه، في كل نادي له مكان محدد منشور على النت على مستوى العالم. في فندق ممكن حد في الفندق في الاجازه زي ما كنا عارفين ان عندكم اجتماع النهارده ممكن نحضر معاكم. بيقول لك معلنه معلنه في كل حته في فندق وليس مقر. الويب سايت بتاع روتر بتكلم ان ما فيش افتحي روتر. لغايه 5 سنين كان الويب سايت بتاعهم بكود سري وكان معايا. انا قطعت هو معايا جاسوس بقى. نعم كان معايا الويب سايت وجبته من الزقازيق من روتر الزقازيق. ازاي ادخل على الويب سايت السري بتاع كان سري. لكن اللي عايز اقوله ان نعم كل الحكومه الماضيه واللصوص كانوا اعضاء روتر. يعني حضرتك انا ده قانون يعني كل الوزراء كانوا اعضاء روتر. استاذ الهام مش في نائب عام مش في حاكم عسكري. انا بتضايق على الملأ ان جميع وزراء مصر مش مشكله اعضاء روتاري. جميع اللصوص في مصر من كبار اعضاء الحزب اعضاء الحزب الوطني واعضاء يعني اعضاء عضو روتاري لاينز. شوفي انا كتبي في الهيئه العامه للكتاب تروح دار الكتب تبحث عنها. وكل كتاب برقم ايداع وكل واحد بصورته وتوثيقه. دول ما رفعوش علينا